السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا ياسمين ودي قناتي على اليوتيوب، قناة مشروبات ومشويات ياسمين. لو اول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وصفتنا النهاردة فراخ بلدي محشية بالرز والكبد والقوانص بالخلطة السرية. هنعملها مع بعض بكل التركيات بتاعتها، سهلة وبسيطة وسريعة التحضير. والنهاردة بقى هنعمل معاهم ملوخية خضرة متفرزة، لان احنا في موسم الشتاء مفيش طبعا ملوخية خضرة في السوق. وهنعمل برضو الملوخية بكل التركات بتاعتها. دخلت بقى المطبخ النهاردة لقيت ايه؟ الفرختين دول قاعدين كده على الرخامة، بيقول لها ياسمين هتعمل فينا ايه النهاردة؟ ياسمين هتعمل فينا ايه النهاردة؟ تعالوا نقول لكم هنعمل مع بعض ايه. هنعملهم بقى بطريقة الحشوة المصرية الأصيلة. طبعا مش هخليهم يستنظروا معايا كتير. يلا بقى بينا نعمل رز الخلطة اللي احنا هنحشي بيها الفرختين الحلوين دول. معايا طاسة على النار، حطيت المادة الدهنية بتاعتي، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص. هنزل بالقوانص الأول، هقلبها تقليبة كده مع نفسها، وبعد كده هنزل بالكبد عليها، لأن القوانص بتاخد سوا أكتر من الكبد طبعا، وانتوا أكيد عارفين المعلومة دي، بس أنا بأكد لكم عليها. هبتدي ان انا اشوحهم كده شوية مع بعض لحد ما اضمن التسوية بتاعتهم 100%، عشان لما انزل بالرز بتاعي اضمن ان هم استووا وخدوا اللون الذهبي الجميل. وبعد كده هنزل بالبصل، معايا بصلاية كبيرة مبشورة، هبتدي ان انا اشوحها كده معاهم شوية لحد ما تاخد ايه اللون الذهبي الفاتح، عشان طبعا الرز معايا يبقى مش لونه غامق، يبقى اللون بتاعي فاتح. لازم البصلة تكون فاتحة معايا، تبقى اول ما يجي اللون الذهبي بس. تمام يا بنات؟ تمام يا ياسمين. هديهم بقى كده تقليبة مع بعض، افضل ايدي فيها كده لحد ما اللون يجي معايا دهبي. وبعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي. معايا معلقة فلفل اسود، والنهارده بقى هنعمل ايه الخلطة بتاعت الرز بالفلفل الاسود والحبهان والمستكة. وكده نزلت بالحبهان المفروم والمستكة، هقلبهم شوية مع بعض. الريحة عايزة اقول لكم يا بنات الريحة جميلة جدا. وكده انا هضيف معلقة قرفة صغيرة، يبقى التوابل بتاعتي فلفل اسود وحبهان ومستكة وقرفة. تمام. مش عايزة اقول لكم على الريحة اللي انا شماها، بجد ريحة الخلطة اللي انا عاملاها دي جميلة جدا والله. جربوها بالطريقة دي هتحبوها جدا وهتدعوني. يلا معايا بقى كوبايتين رز مغسول ومنقوع، هنزل بقى بيهم كده على البصل والكبد والقوانص والتوابل الجميلة دي، هقلبهم شوية مع بعض. وبعد كده هنزل بالملح بتاعي واديهم برضو تقليبة مع بعض. وبعد كده هنزل بنص كوباية مية مغلية عشان الرز بتاعي يستوي نص سوا كده. وهبتدي ان انا احشي معاكم بقى الفرختين الحلوين اللي هما كانوا قاعدين على الرخامة دول مستنظرين هعمل فيهم ايه. كده هما عرفوا انا هعمل فيهم ايه. هبتدي بقى احشيهم كده واكتف رجليهم دي واخليهم يحطوا رجل على رجل، عشان طبعا انتوا عارفين بقى ايه، لازم نعظم الحاجة كده واحنا بنعملها ونخليها عظمة، مش بنعمل اي حاجة وخلاص. وكان معايا خلة كده قفلتهم بيها، لو انتوا حابين تقفلوهم ببصلاية قفلوهم، لو مش متوفر عندكم يعني الخلة. معايا حلة على النار، هبتدي بقى انا اسلق بيه الفرختين دول. معايا حلة على النار، حطيت فيها بصل وجزر ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وقرنفل وشرايح من الليمون وشرايح من البصل الاخضر. هبتدي انزل بقى الفرختين دول يتسلقوا. وكده اتسلقوا معايا الفرختين. معايا معجون من صلصة الطماطم ومعلقة سمنة ومعلقة عسل ابيض، هبتدي اخلطهم مع بعض وادهن بيهم الفراخ بتاعتي. وفي طريقة تانية ان انا اقدر احمرهم بالسمنة على البوتاجاز. يلا بينا بقى نعمل ملوخية.
معايا حلة على النار، هضيف فيها الشوربة. اول ما تبتدي تغلي معايا هضيف عليها الملوخية وادوبهم شوية مع بعض، اقلبهم كده، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر وهبتدي تاني اقلب واستمر طبعا في التقليب شوية. وبعد كده هنزل بمرقة الدجاج بتاعتي وهفضل طبعا ادوب مرقة الدجاج دي واستمر في التقليب. ودلوقتي هنعمل طشة الملوخية. حطيت سمنة على النار وحطيت ثوم مفروم ومعلقة كزبرة مجففة او كزبرة ناشفة، قلبتهم مع بعض شوية لحد ما خدوا اللون الذهبي. وبعد كده بقى نزلت بالملوخية بتاعتي عليهم، ودي النتيجة. يا رب تكون عجبتكم. وكده وصفة النهاردة خلصت معانا، يا رب تكون عجبتكم بكل تركياتها، وان شاء الله تجربوها وتقولي في التعليقات ايه رأيكم في الرز بالمستكة والحبهان والقرفة والفلفل الاسود بالخلطة بتاعتنا الجميلة. وطبعا انا سويت الرز اللي فاض مني عشان افرشه تحت الفراخ، وزوقتها كده بقى بكام فراولايه. والزواق ده طبعا بتاعكم انتوا، مش حابين تحطوا ما تحطوهوش، حابين تستبدلوا باي فواكه تانية استبدلوها، حابين تحطوا مكسرات حطوا، يعني دي حاجة بتاعت رغبتكم انتوا. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وعايزة اشوف النهاردة تعليقاتكم الجميلة على الفيديو عشان بجد بتسعدني جدا يا احلى متابعين في الدنيا. وإن شاء الله أشوفكم على ألف خير في فيديو جديد مع مشروبات ومشويات ياسمين. مع السلامة.